كاين فرق كبير بين رجل السيجما وبين عامة الناس. الاختلاف ديال السيجما نابع من طريقة التفكير ديالو اللي بحد ذاتها كتنتج بزاف ديال الافكار، كتنتج بزاف ديال الافعال وبزاف ديال التصرفات اللي كيجسدوا هذا الاختلاف على ارض الواقع. الافكار ديال السيجما نابعين من عالم اخر، الرؤية ديالو للامور والحياة من كاع الجوانب ديالها مختلفة بزاف. الايمان ديالو، المبادئ ديالو، علاقته بالمقدسات ديالو، علاقته براسو، الرؤية ديالو لذاته، الاسلوب باش كيدوي مع راسو، طريقة التفكير ديالو، الاسلوب اللي كينتج به افكاره، علاقته مع الناس القلال اللي قرابين ليه، علاقته مع عامة الناس، كيفاش كيفرض الاحترام ديالو. هاد الشيء وبزاف ديال الحوايج واحد اخرين كيرسموا الاختلاف ديال السيجما على ارض الواقع. في الفيديو ان شاء الله غنتعمقوا اكثر في هذا البلان، غندوي على افعال غير معتاده كيقوم بهم رجل السيجما، شي حوايج اللي ما كيديرهمش كلشي، صفات وتصرفات اللي خاصين به هو فقط. اول صفه، قراءه الاشخاص. الا بغينا نعطيو وصف دقيق للسيجما بخصوص هذا البلان هذا، غنقولوا انه هاكر ديال الطبيعه البشريه. انطلاقا من التصرفات ديال الشخص الاخر، لغه الجسد ديالو، الاسلوب كيفاش كيهضر، وخاصه لغه الاعين، كيتمكن السيجما من انه يكتسب فهم عميق للشخص الاخر. انطلاقا من الدراسه اللي طبق عليه، الثغرات اللي لقى في شخصيته، داكشي اللي محتاج يدوي عليه، انطلاقا من بزاف ديال البلانات، كيعرف السيجما كيفاش بالضبط خاصو يدوي مع داك الشخص، وبالتالي كيعرف كيفاش ياخد منه اي حاجه بغاها. بزاف د الناس ما كيعرفوش يقراو الناس الاخرين، كيشوفوا راسهم ما قادرينش يصنعوا علاقات مع الناس، وما عارفينش السبب شنو هو، ما واعيينش بواحد الحاجه اللي مهمه بزاف، واللي هي العلاقات كيتبنوا على الحاجة، سواء احتياج معنوي او احتياج مادي. وباش تقدر تعرف شنو الشخص الاخر محتاج، باش تقدر تخلي الشخص الاخر يثق بيك، يفتح لك قلبه ويدويلك على داكشي اللي ضارو، داكشي اللي كيبغي وعلى الاحتياجات ديالو، خاصك جوج د الحوايج. اول حاجة تكون كتعرف تقرا الناس، وتاني حاجة تكون كتعرف كيفاش تكري ديب كونفرسيشن. وهاد الجوج ماشي اي واحد كيعرف ليهم. من بين اهم البلانات اللي كيصنعوا اختلاف كبير بين السيجما وبين عامة الناس هو هاد البلان ديال العلاقات. السيجما سبيشال بزاف في اي حاجه، وخاصه في هاد البلان بالضبط، كيفاش كيستغل القراءه العميقه ديالو للشخص الاخر من اجل انه يكري معاه واحد العلاقه اللي مختلفه وبعيده كل البعد على التركيبه ديال الاغلبيه ديال العلاقات اللي كيربطوا بين 99% من الناس اللي كيشكلوا هاد المجتمع. هاد الشيء علاش غتلقى السيجما كيفضل الجوده على الكميه فاش كيتعلق الامر بالعلاقات. وهذا الشيء علاش العلاقات ديالو مع الناس القلال اللي قرابين ليه كيكونوا من عالم اخر. ثاني صفه، تشريح المحادثات. كتتم الصفه اللي من قبل، من بعد ما السيجما كيقرا الشخص الاخر قراءه عميقه، من بعد ما كيبني معاه علاقه على واحد الاساس اللي قوي، كيبدا يريكوردي كاع المحادثات ديالو معاه، ماشي في التليفون وانما في عقله. رجل السيجما كيعقل على ابسط التفاصيل، منين كيرجع لدارو كيبقى بوحدو، ولا غير منين كيتفارق مع داك الشخص وكيبدا غادي في الطريق بوحدو، كيعاود يشغل ديك المحادثه في عقله. اي كلمه، اي تصرف، اي رد فعل، اي حركه قام بها الشخص الاخر ولو تكون بسيطه بزاف، رجل السيجما كياخدها بعين الاعتبار. رجل السيجما في اي موقف تحط فيه مع اي شخص وفي اي بلاصه كيركز على انه يكتسب فهم عميق لكاع داكشي اللي كيدور في المحيط ديالو. شبه مستحيل انه يزقل شي حاجه. 99% ديال داكشي اللي داير به، سواء الناس، اثاث منزلي، اي حاجه كيكون عنده علم بها. وهذا البلان ديال تشريح المحادثات كيكمل ديك الواحد في المية، وكيولي السيجما قادر يكتسب فهم عميق للشخص الاخر 100%. قلالين بزاف الناس اللي كيتميزوا بهاد الصفه هادي. فاش كيتعلق الامر بعامه الناس كيدوزو بلانات من قدام عينيهم، ولكن ما كيلاحظوهمش. المحتل اللي كيلعب بهم مكلخ، باقي محتل صغير كيدير اخطاء فادحه، ولكن شكون غيلاحظ؟ حتى كتدار بهم، حتى كيخسروا بلانات مهمين كانوا كيعنيو لهم بزاف، عاد كيردوا السين تالور وعاد كيتصدموا. ولكن ديك الساعه اللي وقع الندم ما عنده باش يفيدهم. ديما ركز على انك ما تخلي حتى شي حاجه تدوز غير هكاك، ركز على ابسط التفاصيل. منين تبقى بوحدك قم بتشريح ديك المحادثه. هاد البلان يقدر يسبب لك في الاوفر ثينكين، ماشي يقدر، وانما غالبا غتولي مريض بالتفكير. انا شخصيا كنفضل نمرض بالتفكير على اني نخسر في رمشة عين بلانات مهمين اللي شحال وانا خدام عليهم. هذا اختيار ديالي انا، انت كذلك حر في القرارات والاختيارات ديالك. انا غير نبهتك قبل ما تلقى راسك غارق في الاوفر ثينكين وما تعرفوش منين جاك. ثالث صفه، في المناسبات الاجتماعيه كيجلس في اخر الغرفه.
عكس الاغلبيه ديال الناس اللي غتلقاهم كيشطحوا كيغنيو كيتجمعوا مع بعضياتهم. السيغمو غتلقاه خرج يجلس برا ولا شد شي خنتخاوي في القاعه وجلس فيه. كاين اللي غيقول لي منين هكا علاش معذب راسو يجلس في دارو احسن. متفق معك. كما سبق وذكرت من قبل في واحد الفيديو، السيغما واخا كيتعرض لشي مناسبه ما كيمشيش، يقدر يمشي من بعد ولا من قبل المناسبه، يدي معاه كادو ويقول لهم ما يصلح ليش نجي غنكون مشغول. هادشي من الجانب ديال الاحترام وصافي. جوج د الحالات اللي يقدر يمشي فيهم السيغما لشي مناسبه. الحاله الاولى الا كان الشخص اللي عارضه قريب منه لدرجه كبيره وكيعني له بزاف، والحاله الثانيه الا كان عنده شي هدف شخصي من الوجود ديالو تما. فهاد الحالات بجوج كيمشي لشي قنت خاوي وكيجلس، من غيرهم ما كيمشيش كاع. رابع صفه، الانتعاش من بعد الوحده. رجل السيغمو من بعد ما كيدوز وقت بوحدو كيتفرز دوبامين في الداخل ديالو، دوبامين ايجابي اللي كيدعمو وكيدفعو لانه يخدم على اهداف كبار. عكس الاغلبيه ديال الناس اللي فاش كيبقاو بوحدهم كيديشارجاو، كيحسوا بنقص، كيكتئبوا. رجل السيغمو من بعد ما كيبقى بوحدو كيتشارجا. السيغما ما كياخذ الرضا ديالو على نفسه من حتى شي واحد. السيغما ما كياخذ الرضا ديالو على نفسه من حتى شي منبع خارجي، كياخذو فقط من الداخل ديالو. داكشي علاش ما كيحتاجش يكون مع الناس، بالعكس كيحتاج يبقى بوحدو. الوحده هي منبع الطاقه ديالو، منها كيستمد الالهام ديالو، افكارو. بفضل الوحده قدر السيغما انه يكتسب فهم عميق لنفسه، قدر يدوي مع راسو بعمق، يقول لراسو الهضره اللي خاصو يسمعها ويعطي افضل النصائح لراسو. بفضل الوحده قدر السيغما يولي افضل صديق ديال راسو. الوحده كديفلوبي الاكتفاء المعنوي والسلام الداخلي الخاصين برجل السيغما، وبلا بيهم ما يمكنش ابدا انه يزيد خطوه وحده لقدام. خامس صفه، التنبؤ بالمستقبل. من بين البلانات اللي كيختلف فيهم السيغما على الاغلبيه هو هذا البلان هذا. الحاسه السادسه ما كتكونش عند اي واحد، كتكون عند الناس اللي عارفين الخبايا ديال الموضوع ولا الدومين اللي هما داويين عليه. شنو السر ديال هاد البلانات اللي ماشي اي واحد قدر يعرفهم؟ السر الوحيد اللي كاين هو التجربه. فاش كيتعلق الامر برجل السيغما فراه ما عارفش الخبايا غير ديال دومين واحد، وانما عارف الخبايا ديال الحياه من كاع الجوانب ديالها. رجل السيغما ما كيرصاش، كل مره كيلوح راسو في تجارب جداد، كيستغل ابسط الفرص اللي متوفرين ليه وكيحاول يصنع منهم شي حاجه. رجل السيغما مختلف بزاف، هاد الاختلاف كيشمل طريقه التفكير ديالو والاسلوب اللي كيعيش به حياته. بخلاصه المواقف كيتعاودوا، الحياه كتعاود. كل ما كانت عندك خبره وتجربه كل ما غيولي سهل عليك تتنبأ بالمستقبل. حتى لهنا غيكون انتهى الفيديو ديالنا، كنتمنى تكونوا استفدتوا. كنبغيكم كاملين وتهلاو ليا فراسكم.